إذا رجعنا من جديد مستمعي الكرام، ودائما في برنامج مارس الصحراء، البرنامج دائما اللي كيهتم بالشؤون ديال اقاليمنا الجنوبيه. غادي نبداو باولى مواضيعنا في الحلقه ديال اليوم. غادي نتكلموا على حفل توقيع كتاب نساء الصحراء. هذا الحفل هذا اللي تم يعني التوقيع ديال هذا الكتاب هذا اللي هو مهم جدا، كيتكلم على نساء الصحراء. غادي نتكلموا على هذا الكتاب هذا ونتكلموا كذلك على هذا البرنامج ديال الحفل مع الاستاذ محمد طريح اللي هو مدير مركز خبرات الصحراء والتوثيق والدراسات. بطبيعه الحال فهو دائما يعني فاتح الباب الاذاعه، ودائما هو كيدخل معنا في مجموعه من المواضيع. غادي نتكلموا معه كيف ما قلنا على هذا الكتاب هذا. سي محمد طريح، اهلا وسهلا. مرحبا، اهلا وسهلا استاذ زهير، اهلا طاقم راديو مارس، مرحبا. نعم، رمضان كريم علينا وعليك بالصحه والسلامه. اذا بدايه بغينا نتكلموا على هذا الكتاب هذا، كتاب نساء الصحراء. شنو هو هذا الكتاب هذا قبل ما نتكلموا على حفل التوقيع وعلى البرنامج ديال هذا الحفل هذا؟ بطبيعه الحال استاذ زهير، مستمعي قناه راديو مارس، رمضانكم كريم وكل عام وانتم بألف خير. بطبيعة الحال الحديث عن توقيع كتاب نساء الصحراء للأستاذ محمد دحمان، وهو أستاذ للأنثروبولوجيا والثقافة الحسانية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتابع الجامعة الطفيل بالقنيطرة، يندرج في إطار برنامج المقهى الأدبي والثقافي المنظم ببوجدور في نسخته الخامسة، والتي تحتفي هذه السنة بشخصية أدبية محلية يتعلق الأمر بالأديب الراحل محمد الحبيب ودلك حل. بطبيعة الحال كما تعرفون بأنه احنا في إطار مركز خبرات الصحراء كل نسخة نحتفي بشخصية من شخصيات المحلية ونستضيف ضيف صاحب مؤلف أو كتاب. وهذه السنة اشتغلنا على إشكال أو موضوع مهم جدا يتعلق بالأدب الحساني وتحدي التحول الاجتماعي. كما تعرفون بأن هذا الكتاب هو الأنثروبولوجي الذي ينتمي للأقاليم الجنوبية، وأستاذ محمد دحمان هو مهتم بما يسمى بالتحولات الاجتماعية. كما تعرفون أن المجتمع في حالة انتقاله من حالة البداوة إلى حالة التمدن طرأت عليه مجموعة من التحولات في نمط العيش، يعني نمط العيش الترحالي ليس هو نمط العيش حالة الاستقرار، وبالتالي النساء كذلك طرأت عليه مجموعة من التحولات ارتباطا بحالة الانتقال من حالة الترحال إلى حالة الاستقرار. وأكيد كما قلت أن السياق الذي يأتي فيه أيضا يأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 من مارس، من أجل طرح تساؤلات مهمة جدا تهم التحولات يعني تضع المرأة الصحراوية وما تعرفه من تحولات في قلب أسئلة المقهى الثقافي هذه السنة. نعم، بالنسبة لكم شنو أهم الأهداف يعني من هذا الكتاب هذا، وكذلك هذا حفل التوقيع كذلك اللي كيقدم هذا الكتاب هذا؟ شنو أهم الأهداف اللي زعما اللي مسطرة في هذا النشاط؟ أكيد كما تعرف أستاذ زهير بأنه حينما تحضر الظاهرة الأدبية يكون الرقي الإنساني في مختلف أشكاله، وبالتالي فالسوسيولوجيا لديها أدواتها ولديها مفاهيمها الأساسية التي تفهم بها المجتمع. وبالتالي جاء هذا التوقيع من أجل يعني نسلط الضوء على إصدار علمي في مجال السوسيولوجيا يهتم بالمرأة الصحراوية. وكما تعرفون بأن المرأة الصحراوية عرفت تحولا من مرحلة البداوة لحالة مرحلة الاستقرار. فإذا تكلمنا على المرأة في مرحلة على مستوى نمط العيش، على مستوى اللبس، على مستوى العمل، على مستوى الأدوار التي تقوم بها، فانتقلنا يعني إلى حالة التمدن والتي عرفت فيها مجموعة من الأشياء ومجموعة من التغيرات التي طرأت على الأدوار التي تقوم بها على المكانة. بالرغم أن المجتمع الحساني يعطي للمرأة مكانة خاصة وتقدير اجتماعي مهم باعتبارها لها يعني تمثلات إيجابية، يعني باعتبارها تنتمي إلى رأس مال الرمزي. ولكن بطبيعة الحال التغيرات فرضت بأن المرأة تنخرط في الدورة يعني دورة العمل، تنخرط في جميع العمليات المرتبطة بالحياة المدنية الحديثة. وجاء يعني هذا الكتاب من أجل يسلط الضوء على المرأة
المرأة في مرحلة البداوة وكذلك في مرحلة الاستقرار. وأكيد أنه كما قلنا بأنه الحدث الكتاب هو حدث في إطار حدث عام اللي هو المقهى الأدبي، واللي يحتفي بشخصية مهمة من شخصيات الصحراء وبلاد البيضان، وتحديدا نتحدث عن مجال مدينة بوجدور، واللي هو الراحل محمد الحبيب بودلكحل، واللي جينا من خلال هذا البرنامج من أجل الاحتفاء بذاكرة الإنسان المحلي الثقافية وخلق يعني فضاء الحوار من خلال هذا المقهى الأدبي يعزز المشهد الثقافي والمعرفي بالإقليم، وكذلك ما يجب تشجيع الشباب على يعني مختلف أشكال الإبداع والتنمية. وأكيد أن هذا كما قلنا أن هذا حفل التوقيع الذي يأتي في إطار المقهى الأدبي يعني شكل يعني مساحة إضافية فتحت فيها نقاشات، طرحت فيها تساؤلات، كانت مجموعة من المداخلات المهمة التي همت يعني مجالات مهمة في مجال التحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، تحديدا في مجال الأدب في علاقته بالتحول الاجتماعي. نعم، إذن المقهى الأدبي والثقافي ببوجدور كتبين أنه فيه برنامج غني، فيه مجموعة من المتدخلين، مجموعة كذلك من الجلسات اللي عبارة عن محاور اللي هي كذلك مهمة، نبغوا أننا نتكلموا عليها في هذا اللقاء هذا. لكن قبل ذلك تكلمت على واحد الشخصية اللي هي مهمة جدا واللي تسمت بها هذه الدورة، هذه دورة المقهى الأدبي والثقافي بوجدور، هي دورة الأديب الراحل محمد الحبيب والكحل. بغينا نتكلمنا شويه على هذه الشخصيه هذه حتى نقربوها من المستمعات والمستمعين الكرام قبل ما نتكلموا على البرنامج العام والمحاور العامه اللي تم المناقشه ديالها في هذا المقهى الادبي. بطبيعه الحال هذه شخصيه الدوره اللي هو سي محمد الحبيب بودلكحل من مواليد 1934 بمنطقه امريكلي، وهي منطقه توجد في جماعه الصريفيه القرويه تابعه لاقليم بوجدور. شاعر وأديب، له مجموعة من الأغراض الشعرية، له قصائد وطنية، له في مجال الرثاء، الأطلال، الفخر إلى غير ذلك. رجل من رجالات المقاومة، وأيضا رجل من رجالات السياسة، يعني ترى المفارقة أنه كان برلمانيا عن دائرة بوجدور في مرحلة معينة، ورئيس جماعة وعضو مجلس جماعي أيضا. إذا كانت شخصية زاولت السياسة ولكن في النفس الوقت لم تنقطع عن حياة البداوة والارتباط بها وارتباط يعني فضاءاتها الشاسعة بفضاءات الصحراء المختلفة، فظل يتغنى بها، يتغلى بالأطلال بالأماكن وما يعني والفترات التي عاشها مع أسرته وعائلته داخل ذلك المجال يعني البدوي الشاسع. كما قلت هو يعني أديب من أدباء المنطقة، واللي يسمت بهذه الدورة يعني اعترافا بما قدمه لمجال الأدب ولما قدمه أيضا في مجال الموروث الثقافي الحساني، لأنه كما تعرفون بأن الموروث الثقافي الحساني هو موروث يغلب عليه الطابع الشفهي، وبالتالي فكان له أدوار أيضا في عمليات التدوين في إطار ما قامت به الثقافة مع جهة الساقية الحمراء. فكان نعم، كنسمعك بعيد شوية نعم، إذا كان ممكن تقرب شوية. كان من الرواة الذين ساهموا في تجميع التراث الثقافي في إطار مبادرة قامت بها المديرية الجهوية للثقافة بمعية جهة العيون الساقية الحمراء. إذن كانت له أدوار مهمة في الحفاظ على الموروث الثقافي الحساني كأديب وكشاعر وكراوي من الرواة الذين حفظوا الشعر وعن يعني عبر يعني مراحل مختلفة. إذا نتكلموا على أهم المحاور ربما اللي تم المناقشة ديالها في هذا من خلال البرنامج العام في هذا المقهى الأدبي والثقافي بوجدور، شنو أهم المحاور أو المداخلات اللي تم التسطير ديالها؟ نعم، على مستوى المحاور كانت هناك جلستان رئيسيتان. كانت جلسة بداية الافتتاح، ثم بعد الجلسة الأولى واللي كان عنوانها الأدب الحساني وتحدي التحول الاجتماعي. كانت فيها قراءة في شعار الدورة واللي هو الأدب الحساني وتحدي التحول الاجتماعي، الأستاذ الباحث محمد فاضل الفويرس. ثم بعد ذلك مداخلة لعبد ربه
محمد طريح، واللي كانت عنوانها سوسيولوجيا المكان في شعر الأديب الراحل محمد الحبيب بولكحل. ثم كذلك مداخلة للباحث والشاعر والمتم والباحث في الثقافة الحسانية محمد مولود الأحمدي حول التحولات الشعرية في الحسانية بين البداوة والتمدن، غرض الأطلال نموذجا. هذه الجلسة كانت من تسيير الدكتور مهدي حضيه وتقرير الأستاذة حياة عبيد. الجلسة الثانية تم حفل توقيع الكتاب، واللي كانت من رئاسة أو تسيير الأستاذ علي الديحاني، وقراءة الذي قدم قراءته في الكتاب تحت عنوان من التغير الاجتماعي البحث الميداني. وبعد ذلك تم تقديم مداخلة للأستاذ محمد دحمان أستاذ الأنثروبولوجيا والثقافة الحسانية ضيف هذا المقهى، واللي لامس من خلالها مختلف الجوانب التي تضمنها الكتاب والأبعاد التي عالجها، يعني باعتباره شكل من أشكال التحول التي عرفها المجتمع الحساني والمجتمع الصحراوي، انه الاقاليم الجنوبيه كما تعرفون بانها تعيش مجموعه من التحولات، وبين الانتقال من حاله البداوه وحاله الاستقرار وما تفرضه من نمط عيش جديد ومن اساليب جديده. وبالتالي كانت مداخله الدكتور دحمان تتاثر في هذا المجال. كانت الجلسه من تسيير الاستاذ سالم ناجي سويلم، ومن تقرير الاستاذه غاليه سفيح. بالنسبه للشركاء يعني اللي ما يعني كانوا شركاء ومتدخلين معكم في هذا النشاط هذا؟ اكيد بطبيعه الحال هذا النشاط نظم بشراكه مع المندوبيه الجهويه للثقافه بجهه العيون الساقيه الحمراء والمركز الثقافي وبعض الفاعلين المحليين، جمعيه اصدقاء المكتبه الوسائطيه، وكذلك كانت لنا جمعيه تحدي بوجدور للإعلام، وكذلك موقع وطن ميديا. بطبيعة الحال شركاء مختلفين، جمعيات وشركاء إعلاميين، وكان فعلا حدث ناجح انخرط فيه الجميع، وكان الهدف منه هو أنه نخلق واحد الفسحة رمضانية على مستوى إقليم وجدور الأقاليم الجنوبية كاملة، أننا نسلط الضوء على الموروث الثقافي وعلى شخصياته الأدبية وما قدمته من إبداعات ساهمت في إثراء هذا الأدب وإغنائه وخلق انفتاح له على المجالات المختلفة وكذلك المستويات المختلفة. نعم، كنشكركم جزيل الشكر سي محمد طريح، انتم مدير مركز خبرة الصحراء التوثيق والدراسات. نخليكم كلمة أخيرة سي محمد طريح. كذلك نحن بدورنا نشكركم على يعني انخراطكم وعلى دائم وعلى دعمكم الدائم لمختلف الأنشطة الثقافية، ولا على مستوى مواكبتكم لنا في الأنشطة اللي يقدمها مركز خبرة الصحراء، ولا كذلك الأنشطة التي تشمل الأقاليم الجنوبية. وأكيد أنه هذا سيزيد إغناء للمشهد الثقافي والمشهد الإعلامي، لأن الإعلام عنده دور مهم في النشر بالثقافة والتعريف بها. ولا يسعني في الأخير إلا أن أشكر كل من ساهم من قريب وبعيد في نجاح هذا الحدث الثقافي، ونتمنى لكم رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا لكم سي محمد أطريح، أنتم مدير مركز خبرة للصحراء والتوثيق والدراسات.